شيخنا، ما هي توجيهكم أن نجمع الشباب هنا في لندن، نسوي لنا فد موكب نروح زيارة الأربعين؟ احنا بدنا نناقش المسألة، بدنا نناقش بين الشباب. وتعرف شيخنا بهواية صعوبات ومشاكل، بس هي شنو أهمات زيارة الأربعين، وشنو يعني بها ثواب وروايات؟ يعني لا شك أنه العمل الذي تنوون إن شاء الله تعالى القيام به هو عمل مطلوب ومبارك إن شاء الله تعالى، وهو من أعظم القربات والمستحبات لا شك. بل بعض الفقهاء لعلهم يفتون بوجوبه الكفائي أيضا، يعني أنه واجب لإحياء شعائر أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأحياء مظلوميته. فرأينا هو التأييد المطلق لهذا العمل. وطبعا كل ما يطرأ على بالكم من توقعات أن يكون من جملة فوائد وآثار هذه الزيارة، بالذات زيارة الأربعين، فاعلم أنه دون ما هو حقيقي، يعني ما هو الواقع. كل شيء اللي تتخيل أنه ممكن أن تحصل عليه من وراء أدائك لهذه الزيارة المقدسة، اعلم أنه أيضا أقل عند الله تبارك وتعالى. يعني الثواب شيء لا يتخيل، الآثار لا تتخيل، لا يمكن تصورها، لا يمكن استيعابها حقيقة، بالذات زيارة الحسين. يكفيك أن تعرف أن زيارة الحسين جعلت إحدى العلامات الخمس للمؤمن، كما قال الإمام العسكري صلوات الله عليه: علامات المؤمن خمس، من أهمها زيارة الأربعين. يكفيك أن تعرف أن الإمام الصادق عليه السلام أمرنا بأن نأتي قبر الحسين ولو حبوا. حبوا يعني زحفا، يعني نفرض الإنسان قطع يديه ورجليه وما عنده إمكانية يذهب حتى يركب سيارة، يركب أي شيء، الإمام عليه السلام يقول له: اذهب حبوا حبوا هالشكل. أنت ساكن في لندن، فاذهب حبوا إلى الحسين عليه السلام. تستصعب الأمر، تقول شلون معقول، شلون يصير؟ ما عندك أي إمكانات، نفرض هكذا إنسان ما عندك أي إمكانات ومقطوع اليدين والرجلين وما عندك أي شيء، الإمام عليه السلام يقول: اذهب حبوا حبوا للحسين صلوات الله عليه. فزيارة الحسين هم كل ما تقرأ في الروايات حقيقة الإنسان يتعجب أنه الآثار المترتبة على هذه الزيارة من قضاء الحوائج، سلامة أمر الدين والدنيا، كل ما أستطيع أن أعبر الآن، إذا أستطيع أن أعبر لك من الآن إلى الصباح لن أخلص، وأيضا يكون هذا أقل من الحقيقي والواقع. لا، زيارة الحسين زيارة الملائكة. الملائكة يزورون الحسين في ذلك اليوم، أنبياء الله يزورون الحسين في ذلك اليوم. علامة الإنسان المؤمن الشيعي زيارة الأربعين للحسين صلوات الله عليه. فلا تتأخروا وامضوا إن شاء الله وتوكلوا على الله. وأنا أقترح أمرا إذا الآن لا يسعفكم أن تؤدوه، زين أن تفكروا بهذا الاقتراح أنتم وهيئتكم إن شاء الله، تفكرون به للمستقبل. هذا راح يكون إلى آثار يعني دعائية وإعلامية جيدة في العالم، وهو أن تنظموا موكبا لزيارة الحسين مشيا على الأقدام من لندن. من لندن. سامعين عن هؤلاء اللي يذهبون إلى مثلا بعض هذول اللي عندهم قضية معينة في العالم، مثلا داعية سلام أو ما أدري شنو يسمونهم، مثلا في عندهم قضية معينة، أشخاص غربيين يعني، يحمل راية وعلم ويمشي مثلا، يتجه مثلا من نقطة إلى نقطة، من شرق الأرض إلى غربها أو من غربها إلى شرقها. سامعين هذا بالأخبار؟ أو جماعة مثلا دعاة سلام فيتهيئون مثلا لقضية معينة، فيمضون مشيا من مكان إلى مكان ويستقبلونهم في كل بلد ويصورونهم، وتصير هنالك إثارة
إثارة إعلامية يعني حول هذا الموضوع، لأنه هذا يثير الميديا، يعني إنه what's going on، ليش هؤلاء يفعلون هذا الأمر، ما هي القضية. أنتم تنظمون موكب مثلا من 50 شخص مثلا من الشباب، وواحد يروح بالفعل، يروح من مدينة إلى مدينة وينقل معه قضية الحسين عليه السلام، ويروح من لندن يركب البحر مثلا يروح إلى فرنسا، ومن فرنسا يروح على الدول الأوروبية وينزل إلى أن يوصل إلى تركيا، من تركيا ينزل إلى العراق، ومن العراق إلى كربلاء المقدسة، على مدى مثلا 4 أشهر يوصل، على مدى 5 أشهر يوصل. يسوى، بس يحتاج إلى نوع من حقيقة التضحية الحقيقية من أجل سيد الشهداء عليه السلام. هذا راح يدخلكم التاريخ. أول جماعة تذهب إلى الحسين مشيا على الأقدام من لندن، هذا التاريخ إلى 1000 سنة راح محفوظة أسماءكم. شوفوا إحنا إلى الآن نحفظ أسماء أصحاب الحسين. حبيب بن مظاهر أكو واحد ما يعرفه؟ عابس بن أبي شبيب الشاكري ما أحد ما يعرفه؟ أكو أحد ما يعرف زهير بن القين؟ أكو واحد ما يعرف؟ هؤلاء أصحاب الحسين النجوم اللامعة. ليش تخلد اسمهم في التاريخ؟ لأنه كانوا أول من نصر الحسين عليه السلام ولم يتخلوا عنه. أنتم نفس الشيء اصنعوا، أنصار الحسين الجدد، موكب، أعلام، ورحالة، يسمونهم رحالة هؤلاء، ما أدري بالإنجليزي ماذا يسمونهم، هذول الرحالة اللي ينقلون، يحمل معاه أيضا الخيمة مالته ويحمل وهكذا، وينتقل من بلد إلى بلد. وفي كل بلد تدخلون فيه اعرفوا أنه الميديا راح تتجه لكم، لأنه أنتم مثيرين القضية، عندكم ويب سايت وعندكم إعلانات، وراح توجهون القضية لمختلف وسائل الإعلام، فبالتالي العالم كله راح يتوجه إلى هذه الظاهرة بحيث تصلون إلى يوم 40. أنا في تقديري تصلون خلال 3 أشهر ربما. هسه نفرض أنه مع الصعوبات ومع التعب ومع الكذا في يعني هذه التريب أو هاي الرحلة، خلينا نفرض أنه مثلا 5 أشهر. يسوى إنسان يعطل كل شيء، خصوصا أنتم معظمكم متزوجين فما عندكم التزامات، فتروحون يعني تضحون بمثل هذه التضحية حتى تدخلون التاريخ وتشعلون قضية الحسين عليه السلام من جديد، خصوصا في البلاد الأوروبية، لأنه أنتم راح تمرون على كثير من البلاد الأوروبية أنتم لا تعلمون، لعل الله تعالى يهدي على يعني أيديكم من تصادفونه في الطريق، تحجون معه، يصير هنالك كونتاكت على الأقل، تتبادلون تليفونات، إيميلات، ما أشبه. للمستقبل هؤلاء يمكن يتشيعون، يسلمون ويتشيعون. فهذا حقيقة أمنية من الأماني لدي أنه إن شاء الله يوما ما هذا الأمر يتحقق، وبالذات من لندن لأنها يعني عاصمة عالمية، عاصمة يعني مؤثرة في العالم، يعلن هذا بالميديا والصحافة والبي بي سي ووسائل الإعلام أنه أول جروب، أول جماعة راح تروح تتوجه من لندن إلى كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام. وكثيرين يصنعونه من الغربيين لأمور أخرى أتفه بكثير، كثير أتفه، يروح إلى ما أدري شرق آسيا، ما أدري على قضية معينة. فيعني أنا أتذكر هذا الشيء مثلا لما هلك هذا فهد حاكم النظام السعودي، هلك واحد كويتي أعلن أنه سيسير مشيا على الأقدام من الكويت إلى الرياض حتى أو جدة أو ما أدري وين حتى يعزي، مشيا على الأقدام، رايح وشايل له علم سعودي وصورة فهد وما أدري شنو ماشي، والميديا والعالم وكذا. هسه على هذا فهد يروح يسوي هذا الشيء. احنا لأجل الحسين أبي عبد الله صلوات الله عليه ما نسوي شيء من هذا القبيل. فهذا إن شاء الله مطلوب، وإن شاء الله أنتم تكونون الجماعة التي تحقق هذه الأمنية، هذا الأمل. هسه إذا مو الآن في المستقبل إن شاء الله، بس في المستقبل العاجل بإذنه تعالى. قولوا آمين. آمين إن شاء الله.